العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ناس لا نفعك ولا سوى لك شيء ولا أعطاك شيء، لكنك تحبه، تشوفه، ترتاح له، تقبل عليه، تثق فيه بدون أي سابق تجربة. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة مع الله، العلاقة مع الخالق، تؤثر في العلاقة مع المخلوقين. قائم على 3 أشياء: قائم على تصديق أخباره، والرضا بأقداره، واتباع أوامره. الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، يصدق أخباره ويرضى بأقداره، هذا هو الذي يحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا غاب الإله، غاب الرقيب، غاب الشاهد، غاب مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي كل تعاملي معك سيختلف بوجود الرقيب. ثقافة أصلا إحنا لما خلقنا الله عز وجل أشهدنا: لست بربكم؟ كلنا قلنا نعم، بلى. طيب، وعرض الأمانة، فإحنا مستأمنين. تخيل واحد مستأمنك على جسدك وحياتك ووقتك ومالك، هو أمانة الآن ورقيب عليك. كيف ستتعامل مع هذه الأمانة؟ وتتعامل معها بكل ما يريده صاحب هذه الأمانة الذي استأمنك. إذن واحد، وجود الله سبحانه وتعالى، استشعار وجود الرقيب يجعلني أتعامل معك، يجعلني أسامحك. الله يقول: شوف